بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج ببساطة. النهاردة هنتكلم عن ازاي الناس أعداء كل جديد، كل تغيير. فأنت ساعات بتبقى نفسك تعمل حاجة جديدة في نفسك، تجرب حاجة جديدة. ما نجح أحد وقف عند انتقاد الناس. يعني في ناس كتير جدا بتخاف تعمل حاجة جديدة، بتخاف تعمل الصح عشان خايفة من انتقاد الناس. الحق سبحانه وتعالى يقول: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. الناس أعداء كل جديد. انت عارفين ان يعني توماس اديسون، اللي هو طبعا مخترع المصباح الكهربائي، كلنا درسناه في المدارس وعارفين، لما راح يعرض الاختراع ده قالوا له: انت مجنون، انت اللي بتعمله ده ملوش اي لازمة. الناس ممكن جدا تعيش بالشموع، ممكن تعيش بضوء الشمس، مش محتاجين خالص الاختراع بتاعك ده. فاللي هو كان وقف عند الكلام الهدام ده ما كانش بقى توماس اديسون، ولا كان جالنا الاختراع بتاع المصباح والحاجات دي كلها. فانت لو عايز تعمل اي حاجة جديدة، اوعى تحط كلام الناس في بالك تماما. بالعكس، اعرف الحقيقة دي، ان الناس اعداء كل جديد، وان الناس دايما بيكونوا عايزين يشوفوك على مزاجهم. انت كلنا عارفين ان اي حد بيفكر يلبس الحجاب او بيفكر يبقى مثلا ينشر ادعية او ايات قرآنية او حاجات دعوية على السوشيال ميديا او حاجة، اول رد فعل من اصحابه يقول له ايه؟ انت ايه يا عم، انت بقيت شيخ ولا ايه؟ فالناس اعداء كل جديد. ما تقفش عند انتقاد الناس، بالعكس ركز في ان انت طول ما انت عايش، انت عايش عشان تجرب كل حاجة جديدة. فاوعى تخاف انك تعمل الصح، اوعى تخاف انك تعمل الحاجة اللي نفسك فيها عشان خاطر خايف من انتقاد الناس. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك رب واتوب اليك. السلام عليكم.